لو عندك ابن او اخ في سن المراهقة اكيد مر عليكي الموقف ده، تقوله اعمل حاجة يعمل عكسها، تنصحه يقفل الكلام، تخاف عليه، يتهمك انك بتتحكم فيه، فتبتدي تسأل نفسك هو بيعاند ليه؟ هو كده بطبعه؟ انا بعمل حاجة غلط؟ الحقيقة الصادمة بقى اني عندي في المراهقة مش تمرد وخلاص، دي طريقة بيحاول بيها يقول انا كبرت. طب ليه المراهق بيعاند اصلا؟ خلينا نفهم الاول قبل ما نتصرف. اول سبب بيحاول يثبت نفسه. المراهق بيبقى لاول مرة حاسس انه مش طفل ومش عايز يتعامل ان هو طفل، فلما تتحكم فيه بيرفض، مش عشان القرار نفسه بس عشان يحس ان هو ليه رأي. تاني سبب محتاج استقلال. العند احيانا بيبقى محاولة عشان ياخد مساحة لنفسه، يعني لما تقوله اعمل كذا هو بيسمعها انا مش واثق فيك ولا في قرارك. تالت سبب لسه مش بيعرف ينظم مشاعره. المراهق ممكن يغضب بسرعة، يرد بعصبية، يبالغ في رد الفعل، مش عشان هو وحش لكن لانه لسه بيتعلم يتحكم في نفسه. رابع سبب بيختبر الحدود، بيشوف ايه هيحصل لو انا قلت لا. في بقى شوية غلطات بتزود العند اكتر. اوقات احنا من غير ما نقصد بنخلي الموضوع اسوأ، زي مثلا الاوامر المباشرة طول الوقت، او الصوت العالي والعصبية، او المقارنة شفت فلان عمل ايه، او التحكم في كل حاجة صغيرة، او العقاب القاسي بدون شرح. كل ده بيخلي المراهق بيحس انه متحاصر فيعاند اكتر. طب ازاي اتعامل مع عندي بالذكاء؟ خلينا ندخل في اهم. اول خطوة اديله احساس انه مسموع، بدل ما تقول هتعمل كذا وخلاص قول انت شايف ايه، حتى لو في اخر القرار ليك بس هو محتاج يحس ان هو ليه صوت. تاني خطوة اختار معاركك، مش كل حاجة تستاهل خناقة، يعني لبسه، ستايله، تفاصيل صغيرة سيبوا فيها شوية حرية وركز بس على الحاجات المهمة. تالت خطوة استخدم اسلوب الاختيارات، بدل ذاكر دلوقتي قول تحب تذاكر الساعة 5 ولا الساعة 7، كده انت محافظ على القرار وهي المذاكرة بس اديته احساس بالتحكم. رابع خطوة اهدى قبل ما ترد. لو هو متعصب وانت متعصب الموضوع هيقلب صراع مش تربية. خد نفس ورد بعد ما تهدى. خامس خطوة اربط القوانين بالنتائج بدل العقاب العشوائي. خلي مثلا لو رجعت متأخر مش هيبقى في خروج بكرة، خليه يفهم ان كل تصرف نتيجة. سادس خطوة قرب منه مش بس توجهه، اقعد معاه، هزر، اسمعه. هي علاقة قوية بتقلل العند جدا، لان ببساطة هو بيسمع مين اللي حاسس انه فاهمه. يعني مثلا ام بتقول لابنها اقفل الموبايل حالا، يرد مش هقفل. خناقة نفس الموقف بطريقة مختلفة، انا شايفة انك محتاج تريح شوية، تحب تخلص اللي في ايدك وتقفله بعد 10 دقايق. كده هو حس ان هو بيختار. في فرق رهيب في النتيجة. طب يا دكتور امتى يعند يبقى مشكلة؟ لو يعند بقى عنف، ولو يعند بقى رفض كل حاجة، او بيأثر على دراسته او حياته، او في تمرد خطير، ساعتها ممكن نحتاج متخصص. فالخلاصة المراهق اللي بيعاند مش بيحاول يكسرك، هو بيحاول يلاقي نفسه. لو كسبت المعركة وخسرته يبقى احنا خسرنا كل حاجة، بس لو فهمته وقربت منه هتلاقيه مع الوقت بيسمعك من غير ما تعاندوا بعض. وبس كده، كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا اشتراك، ولو استفدت منه شاركوه مع أصحابكم. سلام.